وانا بصور الحلقة اكتشفت حاجة خطيرة جدا. عمال اكتب في السكريبت واجيب من هنا وافتح الكتاب ده وادور في الكتاب ده واجيب من المصدر ده واشوف واشوف واشوف. وفجأة وانا شغال لقيت نفسي في حاجة قررت ان انا الغيها. ليه معرفش، المهم لغيتها. في وسط الشغل وانا شغال اكتشفت ان هو ده فعلا موضوع الحلقة، ان احنا بناخد قرار وبنغير حاجة من غير تفكير من غير تحليل، بس لان حاجة جوانا بتقول غير ده. بصراحة فهمت الموضوع كله بشكل مختلف من قبل حتى ما ابدأ التصوير، وعذرت نفسي بصراحة. عذرت نفسي وعذرت الناس اللي كنت زعلان منهم، كان في ناس كنت زعلان منهم لما اكتشفت ان الموضوع كله ان في قرارات بتطلع من جوانا احنا مش قاصدينها، هي بتبقى مجرد احساس احنا طالعينه، وهي مش حكم مسبق من الناس على اللي احنا بنعمله او حكم مسبق مننا على الناس. هي كلها في الاخر عبارة عن حاجة جوانا بتتحكم فينا. لو عايز تعرف اكتر عن نظام اتخاذ القرارات في مخ الانسان وازاي تستفيد من الفهم ده في استخدام الاي اي، روح اتفرج على الحلقة.